ماذا حدث خلال كلمتكم من الوفد السعودي؟ يعني علق على كلمة واحدة، قال ممكن هاي تعدلها. أنا ظليت مستمر بحديثي، مو أثناء الخطاب، أثناء حوار جانبي، فخرج قليلا ثم عاد. يعني تمام. يعني كلش مهمة. فقط هذا هو تعليق حضرتك؟ تمام. لا، هو الحقيقة هذا يعني ما أحب أبالغ به. يعني الرجل كلمة استفهم عنها، قال لو تعدلها، فأنا ظليت مستمر بالحديث، فهو طلع وبعدين رجع. تمام. حالة الجفاء بين السعودية وحزب الله اللبناني، هل العراق سيكون تعليق؟ يكون تعليق يعني احنا ندري أنه هناك حالة تقاطع بالفهم بين المملكة العربية السعودية وحزب الله، بس نعتقد أنه ماكو مشكلة غير قابلة للحل. وبالنسبة لنا نتمسك بعلاقتنا بالمملكة العربية السعودية كدولة جوار جغرافي، دولة مسلمة تربطنا بها علاقة الحرمين الشريفين. بنفس الوقت نحن نتمسك بحزب الله كحركة مقاومة على الأرض، صانت وحقنت الدماء في لبنان وكبحت الاستفزازات والتجاوزات الإسرائيلية وساهمت في استتباب الأمن. لذلك هي قدر لبناني، ولبنان راضي بها، والشعب اللبناني يتعامل معها على أنها حركة وطنية قدمت خدمة له. فنحن لا نعتقد أكو تناقض عندما نبرم علاقة مع هذا الطرف وذلك الطرف.